السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا في فيديو جديد نخش في الموضوع على طول. جاي النهارده بقى فيديو جديد من نوع القادر. معانا موهبه النهارده بقى بجد بجد تستحق الدفن، ملهاش كلام تاني. يا ريت يا جدعان الكل يلبس كمان. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو مش مشترك في القناه ومفعل زر الجرس يا عم انزل يا عم اشترك، يعني ما فيهاش حاجه، انا مش ولا لايك الجميل. محمود اول العنقود، اول فرحه ده. هو ايه يعني انا اول فرحه؟ بس عشان ابقى فاهم، هو ايه اللي محمود اول عنقود؟ يعني انا كراجل محمود، لكن انت محمود ازاي يعني؟ هنختبره بقى نشوفه راجل زي امه ولا لا. لا ثواني، لازم نقف عند الحته دي ثواني. راجل زي امه ازاي؟ معلش، يعني انت عندك زينا يعني كده وحاجات وكده وفي اي حته، يعني ايه زي امه يا بنتي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه يا راجل زي امك قلب ماما قسما بالله. هو مش قلب ماما بقى، هو قلب بابا كده بقى. ما خلاص ما فيش ماما بقى، ما انت خلاص بقيت راجل زي امه. هو يعني هيبقى قلب امه ازاي بقى؟ لما رحت البيت لقيت لك ايه اللي حصل؟ تتخيل ايه اللي حصل؟ يا ترى افتحي. طبعا كي على مشاكل كبيره. ايوه الراجل بيحارب بره، جايب سنج وحاجات وسداسات، لازم تفتحي طبعا. ف خابت، قلت لها والله لو ما فتحتش عارف ان القوه لاكسر الباب. طلعت لي بقى من قوه في وضع مخل برضه. يا ابني ده حاجات بيوت يا ابني، ما ينفعش يا ابني انت بتقول ده. ايه يعني ايه في وضع مخل؟ عملت ايه؟ ماليش في ده، شقتها دي مش بتاعتي انا، دي انت يا كده طلعت حبيبي لها مشيت شقتها. تحت شويه لقيتها مع مين؟ دخلت على اوضه النوم ما لقيتش فيها حد. والمايك ده راح جاي ولا؟ اصل انا شايف انه مش دي مراته اللي بيطلع يقول لك ده مراتي حبيبتي، هو التاني بيروح لها يعني ولا مش فاهم؟ دخلت على المطبخ لقيت مين؟ على فكره بقى المطبخ ده بيوصل فيه حاجات غريبه، خلي بالك. ابو ايمن بتاع الكافيه اللي في الزاويه. ابو ايمن عند مراتك بيعمل ايه في المطبخ؟ طيب يمكن بيغير الانبوبه ولا حاجه، عادي يعني ما فيهاش حاجه، الراجل بيساعدك عادي. بس نعدل الشعر تاني نكمل الفيديو. ومين كمان ابو ايمن ده كمان؟ ما هو واحد برضه كان بيحل لها مشاكلي زي ما انت كنت بتحل المشاكل. انا حل مشاكلك. ثواني هنا في نقطه لازم نقف عندها، كلنا لازم نقف عندها. هو اللي جنبك ده كان برضه بيحل لها مشاكل برضه وبيروح يغير لها الانبوبه ولا مفيش انبوبه دلوقتي؟ يمكن مثلا جايب لها حاجه مثلا او بيغسل لها مواعين، يمكن ما حدش يعرف. كلامي اللي انا راضيكوا على بعض. وهي برضه ابو ايمن كان بيحل المشاكل يا اخويا هناك. لا ماليش دعوه بقى، مش بتاعي. فابو ايمن طبعا مهما كان برضه مراته برضه واثق فيها برضه، يعني طلع له في وضع مخل وخد بالك وابو ايمن جوه عادي يعني. وبرضه انت كنت هناك بتحل برضه مشاكل برضه، وراجل ممسوك في المطبخ، الموضوع ما فيش حاجه يعني. عدي الليل زق معاه اليوم. ابو ايمن اللي كبك هنا هي كانت بتروح له الساوي عند الشيخ بتاع المكرونه. لا بالراحه ايه، واحده كده، عشان انت ايه خدتني بدوكه وتهت منك انا كده. ابو ايمن انت عارف انها كانت بتروح له وانت متجوزها، في لبس على فكره في الموضوع، انت مش واخد بالك على فكره، خلي بالك. في وشه الكافيه بتاع ابو ايمن، فكانت بتروح له. فايه اللي كبك هنا؟ قال اصل ترس علينا. المره دي اللي هي مراتك، يعني هو جاي لها في المطبخ بيصالحها. حلو قوي الكلام لغايه هنا، كمل بقى. فاحنا اكتشفنا ان هي فاتحه الشقه دي في الويل، هي وبنتها مريم. الشقه دي مفتوحه في وضع مخل. رجاله الويل لازم تحتر ومحدش لازم يسكت على اللي بيحصل ده. طب وانت يعني الراجل اللي فاهم اللي هو كده اهو، ما انت دي مراتك، خلي بالك. انت كل اللي انت بتقوله ده دي مراتك، يعني كل اللي انت بتقوله ده دي مراتك. انت يهبل، انت مش واخد بالك ولا انت تعبان ولا ايه؟ دي مراتك. اقفشها مع بطاطا واقفشها مع ابو ايمن بالقنطر. ابو ايمن لابس القنطر بطاطا وابو ايمن بالقنطر، يا نهار اسود. وانت وسايبه الموضوع كان ايزي كده يعني عادي، وصاحبك راح لها برضه كان بيحل لها مشاكل وانت عادي كده، الموضوع ايزي خالص كده. انت كنت متجوزها وانا كنت مرتبط بيها؟ لا انا ما اتجوزتهاش ولا اي حاجه. ازاي مراتك؟ مش مراتي،
مش مراتي. لا ثواني بقى، خلي بالك عشان انا شفت الفيديو ده، عملت لك كوسي حبيبي وانت قلت لها حبيبتي وقمت كده وحاجات. لا انت اتجوزتها، ما تقعدش بقى انت فاهم يعني. ادم بطاطا راح لها وابو ايمن بالقنطر واللي جنبك ده ومايك راح جاي، عادي المشكله يعني، ما فيش مشكله، مشي الليل. بس هي كانت على اسمي. يعني ايه كانت على اسمك؟ يعني مش يعني بطاطا ده مش كانت على اسمه برضه؟ وابو ايمن بالقنطر برضه كانت على اسمه؟ انت يا ابني انت دوختنا يا ابني معاك يا ابني، انا مبقتش فاهم لك اي حاجه خالص. ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ قوم اقف. في ايه يا حاجه مالك انت قومتني؟ في مالك؟ الراجل لابس متشيك اهوت ولابس بدله وقميص وفي سلسلين اهوت ومنطلون وساعه وخاتم. انت بالدبله دي انت راح تخطب ولا انت خاطب ولا دي ايه؟ مش عارف. عايزة نظرية تاني. خد الورد بتاعك. انت مش سامعني؟ ما بتفهمش. على فكره انت التمثيل بتاعك حلو، بس في حاجه بقى، نقطه معلش صغيره، في سينس كده لازم ايه احطه. ماشي؟ الدبله اللي تحت دي دبله مين؟ يعني انت رايح تخطب والدبله دي بتاعت مين؟ عايز افهم برضه النقطه دي، معلش. هنكمل الفيديو ونرجع تاني. اقول لك تعالى خد الزفت واطلع بره. هي دي بنتها اللي وراها ولا العكس؟ عشان بس مش فاهم. بس على فكره شبهها جدا يعني، دي حتى ازرق في عينيها ودي برضه عينيها برضه تقريبا زرق. حلو التمثيل على فكره، جامد انا بحييك، برافو. مش عشان جبنا التفاحة فكرت ان احنا عيشتنا مرتاحة. يا ابني فين التفاحه يا ابني؟ ده شبه الحاجه المبقلله يا ابني في ايدك يا ابني. فين التفاحه يا حبيبي؟ هي دي بقى اللي انت سبت التانية عشان هم اصلا الاتنين اصلا ما ينفعوش اصلا ببصله. ايوه هو ده. ربنا يخليك. وعجبي. عجب عليك يا سامي. على فكره هي لايقه عليك قوي قوي يعني، انتوا شبه الكورتين كده اللي مخرمين من كل حته، عايزين كده اقسم بالله. بس كده وصلنا لغايه اخر الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت، واشوفك الفيديو الجاي. يلا سلام. اي حد يتبعني يشوفني انا بقول ايه؟ انا نمبر 1. انا نمبر 1.